وصفتي النهارده بقى هتغنيكِ عن الحمام الكداب، حرفيًا تحفة، أحلى من الحمام الكداب، وكمان من غير ما تخلي الورك ومن غير أي فرهدة الحمام الكداب اللي إحنا بنشوفها، وكمان الرز هيكون معانا مفلفل ولونه حلو أوي ومكرمل ومبهّر وحاجة كده في منتهى الجمال، صدقيني الوصفة دي هتعتمديها كمان في رمضان، هنعملها مع بعض في خطوتين 2 وبس. أول حاجة معايا هنا الوراك، أنا غسلتها كويس أوي وصفيتها، طبعًا الوراك هنا على حسب العدد اللي أنتِ عايزاه. تاني خطوة هنا وهي خطوة التتبيلة، التتبيلة دي بسيطة أوي باعملها لكل الفراخ أو الحمام اللي أنا باحشيه. أول حاجة معايا بصلة مبشورة وملح وفلفل معلقة صغيرة من كل حاجة، هاقلبهم كويس أوي في بعض كده، وبعدين هاجيب الوراك بتاعتي أهم حاجة تكون مفتوحة في جيب كده من فوق ما تكونش مقطعة من أي حتة تحت، علشان تحتفظ بالرز بتاعي. أنا مش هاخليها ولا أي حاجة زي ما أنتم شايفين كده، أنا نضفتها كويس أوي وورقتها كده زي الحمام. هابتدي أتبلها بقى بالبصل والملح والفلفل اللي إحنا عملناهم مع بعض. دايمًا تعتمدي التتبيلة ديّة للحمام وللوراك الوراك اللي هي الحمام الكداب، وأي فرخة ممكن تحشيها أو أي حاجة ممكن تحشيها، صدقيني ريحتها هتفرق جدًا، هتجيب لآخر الشارع. هاركنهم على جنب لحد لمّا أعمل الرز. تعالوا نشوف مع بعض الرز بيتعمل إزاي. في طاسة على النار أو في حلة على النار هابتدي أحط معلقة كبيرة من السمنة البلدي أو أي نوع سمنة، وعليهم ربع كوباية من الزيت، وكمان هنا أنا بشرت معايا 3 بصلات كبار، كبار مش صغيرين، ومعاهم كمان قرنين فلفل كبار. أنا كده ضربتهم بالكبة أو هتبشريهم ما فيش مشكلة خالص، هابتدي أقلبهم كده، أنا مش عايزاهم يتبلوا، هانزل على طول بكمية القوانص اللي معايا، القوانص مش الكبد في الأول، هابتدي أنزل القوانص، أنا غسلتها ونضفتها وقطعتها مكعبات صغيرة. هاشوّحهم كده زي ما أنتم شايفين، هابتدي بقى في الوقت ده هانزل بمعلقة كبيرة من الفلفل الأسود. الفلفل الأسود لمّا بيتحط في الوقت ده بيطلّع ريحة حلوة أوي، وبيظهر ريحة الخلطة اللي إحنا بنشوّحها دي. خلاص هي كده بقت تمام، هابتدي أنزل بمكعبات الكبدة اللي أنا غسلتها برضه مع القوانص، وبرضه إحنا قطعناها مكعبات صغيرة. هاشوّحهم بقى في قلب بعض كده لحد لمّا تكون 3/4 سِوَى. في الوقت ده هابتدي أنزل بالبهارات وهي معلقة صغيرة من كل حاجة، معايا ملح، فلفل، كمون، 7 بهارات، قرفة، كزبرة ناشفة، ومعايا كمان معلقة كبيرة من بهارات الفراخ. هانزل بقى بكل ده على الخلطة اللي معايا دي، وعايزاكِ بقى بجد يعني تتخيلي الريحة في الوقت ده كانت عاملة إزاي. هاشوّح كل الكلام ده كده وخلاص هي كده تمام أوي، هابتدي أنزل بالرز اللي معايا، أنا غسلته كويس أوي وصفيته، هابتدي أنزل أنا ما نقعتهوش، أنا بس غسلته وصفيته، هابتدي بقى أنزل بيه كده الكمية اللي معايا. أنا تقريبًا استخدمت هنا حوالي 3 كوبايات من الرز، أنا باحب أعمل رز زيادة شوية علشان باقدّمه مع الطبق. هاشوّح بقى الكلام ده كده مع بعضه، هو كده برضه حلو أوي ومتشوّح وكل حاجة تمام. هابتدي أنزل بقى دلوقتي بالمَيّة، المَيّة اللي معايا تكون مَيّة مغلية، شايفين أصلًا اللون هنا عامل إزاي؟ من قبل ما يستوي وهو لونه ممتاز. هابتدي أنزل بالمَيّة، المَيّة بس يا دوب تغطي الرز، أنا عايزة الرز هنا 3/4 سِوَى، مش عايزة الرز يستوي سِوَى كامل. زي ما أنتم شايفين كده الرز المَيّة هنا مش كتير. هابتدي بقى أغطي عليه على نار هادية كده وأسيبه يستوي، وزي ما قُلت لِك هيستوي 3/4 سِوَى، لازم يكون في قرشة كده في الرز علشان لسه هنسيبه حوالي ساعة كمان في الفرن مع الفراخ. شايفين هو كده ما شاء الله في منتهى الجمال، هي دي النتيجة فعلًا اللي أنا عايزاها. في الوقت ده هابتدي أشيل كده الكمية اللي أنا هاحشي بيها على جنب في حاجة واسعة علشان تبرد، وعودي نفسِك لمّا تيجي تحشي حمام أو فراخ أو أي حاجة محشية لازم الرز بتاعها يكون بارد علشان ما تفرقعش أو ما تفتحش مننا. وباقي الرز أنا هاسويه على نار هادية تاني، هازوّده حاجة بسيطة وهاسويه على نار هادية. دلوقتي الرز اللي معايا هنا بِرِد وجاهز إن أنا أحشي الوراك بتاعتي. هاجيب الورك بكل بساطة كده وافتحه زي الجيب، هافتح الجلد بتاعه زي الجيب كده، وهابتدي أحشي حوالي معلقتين أو معلقتين ونُص كده، ما تزوديش عن كده علشان الجلد بتاعِك ما يتقطعش. الجلد لو زاد الرز عن اللازم فالجلدة معاكِ هتتقطع أثناء السوا. وزي ما أنتِ شايفة الوصفة قد إيه سهلة، لكن بتفرق أوي بجد الشكل والطعم حاجة كده في النهاية رائعة. هاكمّل بقى كل الكمية بنفس الشكل اللي أنتم شايفينه ده وبنفس الطريقة. برضه أنا بأكد عليكِ ما تزوديش كمية الرز. هاكمّل بقى كل الكمية بنفس الطريقة دي.
دلوقتي انا خلصت الكميه زي ما انتم شايفين كده، انا معايا 4 وراك وخلصتهم بالطريقه دي. في الوقت ده أنا ممكن ندهن الوراك دي اي حاجه، ممكن نحط كاتشب ونكتفي بيه وخلاص، ممكن نحط ليمون ونكتفي بيه بس وخلاص، من غير اي حاجه هتحمر. لكن الخلطه دي بجد هتفرق معاه قوي. انا حطيت معلقه كبيره من الصلصه او معلقتين كبار من الصلصه، وهضيف عليها معلقه كبيره من العسل الاسود او الصويا صوص. هبتدي انزل عليهم بالبهارات واللي هي ملح وفلفل وبابريكا. وعلى فكرة انا حطيت كمان عصير نص ليمونة، بتفرق جدا في الطعم. هقلب بقى الخلطة دي كلها كده مع بعضها. عايزة اقولك بجد خطيرة وبتفرق جدا جدا في طعم الوصفة في النهاية. هبتدي بقى ادهن الوراك بتاعتي كده كلها، هدهنها من تحت ومن فوق كده زي ما انتوا شايفين. هشبع الوراك بتاعتي كلها بالخلطة دي. الخلطة دي كده عارفة عايزة اقول لكم يعني تشبه ايه، يعني هي تقريبا شبه الباربيكيو صوص كده. في الطعم يعني بجد حلو قوي قوي قوي. وعلى فكرة ممكن تنفع مع اللحوم برضو، مش هتقول لا ابدا. انا في الوقت ده بسخن الفرن على درجة حرارة 180. انا مش هغطي الوراك بتاعتي، هسيبها زي ما هي كده. هي هتستوي وهتبقى زي الفل وهتحمر وهتبقى حاجة كده في منتهى الجمال. بس دلوقتي هبتدي كده اغلي شوية مية على النار، وهحطهم برضو هنا. ممكن تحطي زي بطاطس او مثلا جزر، اي خضار تحت، لكن انا اكتفيت بشوية المية دول وشوية صغيرين خالص من الملح، علشان لسه الفراخ بتاعتي هتنزل ميتها وكمان هتنزل الطعم اللي فيها او العصارة بتاعتها تحت، فهتخلي الصوص ده برضو مظبوط قوي. هدخلها بقى على درجة حرارة 180، هسيبها لمدة ساعة كاملة وهخرجها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو متحمرتش من فوق ممكن اشغل عليها الشواية وهتبقى باللون اللي انتوا شايفينه ده. يلا بينا نقدمها. انا هقدمها كده مع الرز المبهر اللي احنا عملناه مع بعض. شايفين اصلا لونه، شايفين شكله عامل ازاي في منتهى الجمال. ما شاء الله بجد الوصفة دي هتعجبك قوي وهتعتمديها جدا. عايزة اقولك انا هنا تقريبا حولت ورك الفرخة لفرخة كاملة، يعني اللي هياخدها بجد هيتخض من حجمها. بتمنى بجد تجربوها وتقولولي رأيكم في التعليقات. بجد من الوصفات اللي هتبهركم جدا، وكل اللي هيدوقها بجد عندكم هتبقى حاجة مميزة وما جربهاش في مكان قبل كده. تعالوا بقى شوفوا بقى من جوه عاملة ازاي، حاجة في منتهى الجمال، رائعة بمعنى الكلمة. وقد ايه كمان الرز مفلفل واللحم بتاعي مستوي مظبوط قوي. شايفين مفيش فيها غلطة حرفيا. ولو عجبتكم الوصفة ياريت ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير.